مين هي أقوى شخصية في شخصيات كارتون نتورك الأشهر؟ كارتون نتورك عندها شخصيات كتير جدا، ولكن أنا اخترت أشهر المسلسلات، واخترت من كل مسلسل أقوى شخصية عشان نعرف مين هيكون أقوى، والفائز هيتحدد عن طريق قوة الشخصية وقدراتها وفعالية القدرات بتاعتها ضد الشخصيات التانية. القتال هيحصل بشكل تصفياتي، الشخص اللي هيوصل للنهائي ويفوز هو الأقوى. وخلونا نبدأ مع المعركة الأولى بين الكلب الأصفر اللي يقدر يتمدد وينكمش بشكل مجنون جيك من وقت المغامرة ضد بنت ما خلصتش لسه ابتدائي ولكن كل يوم بتحارب الجريمة أقرب ما يكون لسوبرمان. كل ده كان بسبب العنصر الكيميائي إكس. بلوسوم من فتيات القوة. وخلونا دلوقتي نبدأ القتال. جيك في وقت المغامرة في رأيي هو أقوى بكتير من فين. فين قوي، لكن الأكيد إنه جيك أقوى منه لأنه يقدر يتمدد وقدرة تحمله أكتر من فين. ده غير إنه قاتل آلاف الوحوش بشكل فعال، وبنشوف قد إيه هو في حلقات كتيرة عنده قدرة على إنه يكبر بدرجة مجنونة ويقدر يضرب ضربات مبرحة. ده غير إنه يقدر يحبس ويكتف شخصيات كتيرة. أما عن فتيات القوة فأي واحدة منهم عندها نفس القدرات، ولكن أنا هختار بلوسوم لأن عندها ذكاء المعارك أكتر. كلهم عندهم قدرة التجميد وأشعة الليزر، ده غير إنهم بيطيروا، وده بيدي بلوسوم قدرة أكبر في إنها تهرب بعيد عن ضربات جيك. القتال مش هيكون سهل، ولكن أبسط حاجة هي إنها ممكن تجمد جيك، وده هيمنعه من التمدد أو إنها فعليا تحرقه بأشعة الليزر. وبكده وبشكل واضح وبعد قتال طويل بلوسوم من فتيات القوة فازت وانتقلت للمرحلة اللي بعدها. ودلوقتي خلونا ننتقل للقتال اللي بعد. القتال التاني هيكون بين شخصية غامضة وعنده قدرات قتالية ملهاش آخر، وهو في الحقيقة واحد من أكتر الحيوانات الشرسة على كوكب الأرض. المحارب الأول من مسلسل الدببة الثلاثة قطبي ضد شخصية مجنونة نجت من معارك كونية ضخمة صعب إنك تهزمها في التفاهة وتضييع الوقت، وأي مكان بيروحوا بيكون عادي جدا من غير أي حاجة غريبة. من العرض العادي مورديكاي. القتال ما بين الاتنين دول يبان مش عادي، لكن الحقيقة عكس كده تماما. مورديكاي نجا من السفر عبر الزمن، دمر الأرض على إيد وحوش كتيرة وأي حاجة عادي بتواجه أي حد في حياته اليومية. ولكن في نفس الوقت قطبي خطر جدا، سريع جدا، ده غير إنه محترف في الآلات وبيعرف يتحكم في مشاعره بشكل كبير، وعنده قدرة تحمل أكبر بكتير من اللي عنده مورديكاي. ده غير إنه عنده قدرة هجومية أكبر بكتير من اللي عنده مورديكاي لأنه اتعلم فنون قتالية مختلفة. ده غير إنه غالبا عميل سري شغال مع كذا دولة في نفس الوقت. وبكده يبقى الفايز معانا في الجولة دي قطبي من الدببة الثلاثة، واللي هيواجه في الجولة الجاية بلوسوم. ولكن خلونا نروح للمتسابقين التانيين اللي معانا عشان نحدد مين أقوى شخصية نسخة كارتون نتورك. المتسابق اللي معانا من أقوى الشخصيات على الإطلاق وبدون منازع، قدراتها السحرية تفوق أي توقع، وإذا استسلمت للجانب المظلم منها ففعليا هي وأبوها يستعبدوا سكان كوكب الأرض. معانا ملكة العالم المظلم ريفن من التين تايتنز. أما في الجهة التانية ضدها شخص قدر يساعد إمبراطورية ضخمة توقف استعباد واحتلال للكواكب التانية بكلمات منطقية، مستعد يخاطر بحياته عشان يديك فرصة ترجع بصواب، ولكن إذا اضطر ممكن يستخدم درعه المصنوع من النور لتدميرك بالكامل. أنا بتكلم طبعا عن ستيفن يونيفرس. اوكي، القتال هنا مش تقليدي ولا سهل، الاتنين بيعتمدوا بشكل كبير على مشاعرهم في بناء قوتهم. ريفن قوتها جبارة، واحدة من اقوى الشخصيات على الاطلاق، وانا بتكلم على الاطلاق. معظم الوقت بتحاول تستخدم اقل قدر من قوتها، لان لو مشاعرها خرجت عن السيطرة غالبا محدش هيعرف يسيطر عليها حتى هي نفسها. اما على الجانب الاخر ستيفن، وهو اقوى بكتير من ما الناس فاكرة، عنده قدرة مجنونة انه يعالج نفسه، ده غير انه يقدر يعمل درع قوي ويقدر يستخدم فقاعات عشان يهرب بيها بسرعة من القتال. ولكن نفس الحكاية عند ريفن. شوفوا، بصراحة القتال ده هيكون صعب انه نحدد فيه فايز، ولكن في رأيي ريفن هتفوز، والسبب بسيط. ستيفن عمره ما قاتل بشكل عنيف، قدراته حتى اسلوب قتاله دفاعي، معتمد بشكل كبير على محاولة التفاهم مع الشخص اللي قدامه، وده اللي بيخليه مش جاهز في رأيي لقتال شرس ضد ريفن، لان ريفن على العكس تمام، فهي بتمنع نفسها من الهجوم الشرس، واللي لو اطلقت العنان شوية لقدراتها ضد ستيفن مش هيقدر ساعتها يعمل حاجة، واللي بيخليه احتمالية فوز ريفن عليه أكبر بحاجة بسيطة. وبكده نقدر نقول الفايز معانا في الجولة الثالثة والمتأهلة للنصف النهائي هي ريفن. دلوقتي معنا القتال الأخير قبل ما نبدأ نصف النهائي، القتال بين أسطورة الأبطال الخارقين، واحد من أقوى الشخصيات في كل الأبعاد المتعددة ومالك أقوى أسلحة الكون الأومنيتريكس، كلنا عارفينه، بن 10 من بن 10 أومنيفيرس، ضد الشخصية المجنونة من عالم مجنون أكتر وغريب جدا، من عالم جامبول المدهش نيكول واترسون.
اوكي انا عارف ده قتال مش منطقي، بس اسمعوا، نيكول في حلقات كتير بينت قدرات خارقة للطبيعة. المشكلة انه فعليا معظم الشخصيات في عالم جامبل عملت كده، حتى ريتشارد، ولكن الاكيد هو ان نيكول عندها قدرات قتالية قوية لانها اتدربت على ايد معلمين وتعلمت فنون قتالية كتير، وده بيخليها اقوى بكتير من اي حد تاني في العالم بتاعها. اما عن ما اذا كان القتال ده منطقي، بين في الريبوت واجه شخصية كرتونية طالعة من التلفزيون. مش هتعب نفسي وادور على اسمه لانه اتفه من اني ادور على اسم. بين ممكن يواجه حاجة زي كده، بل وكمان الحاجة دي ممكن تفوز عليه وهو صغير، لكن وهو كبير، وتحديدا نسخة اومنيفيرس اللي فيها اكبر عدد وحوش متاح لبين في الاومنيتريكس، تنوع القدرات اللي عنده زائد خبرته القتالية لسنين طويلة تقدر تخليه يهزم نيكول شر هزيم، لكن مش بكل سهولة، لان مرة تاني نيكول اذا كانت متعصبة بما فيه الكفاية ممكن تتحول فعليا لتنين احمر. ومع ذلك الفايز بالجولة دي والمنتهي لنصف النهائي هو بن 10. ودلوقتي هنبدأ مع نصف النهائي. يا ترى مين هيكسب ويكون بشكل رسمي أقوى شخصية من شخصيات كارتون نتورك؟ نبتدي مع القتال بين قطبي من الدبابة الثلاثة ضد بلوسوم من فتيات القوة. القتال صعب وهيكون طويل معقد ومليان حماس وإثارة. قطبي اوكي بلوسوم فازت بالجولة. قطبي المسكين فعليا ما كانش عنده أي فرصة يعيش. ما بين قدرة التجميد، الطيران، الليزر، قطبي فعليا ما يقدرش يعمل أي حاجة غير إنه يقف يتفرج. بلوسوم فازت وهي أول شخص يوصل للنهائي معانا. ولكن خلونا دلوقتي مع القتال الثاني بين ريفن وبن 10، القتال المنتظر. الاثنين بينقذوا الأرواح بشكل يومي، الاثنين بيقاتلوا من وهم صغيرين في السن، الاثنين عندهم خبرات آلاف المعارك، والاثنين عندهم قدرات عالية جدا. من جهة ريفن عندها قدرات سحرية وروحانية مختلفة، تقدر تتحكم وتدمر تقريبا أي شخص، عندها قدرة على الانتقال بسرعة مجنونة، ده غير الهجمات المباشرة منها. ولكن في الجهة الثانية عندنا قدرات عشرات الفضائيين، من فضائيين بيطيروا وبيولعوا نار لفضائيين ممكن يقدروا يعيدوا بناء البعد اللي هم فيه فعليا إذا اتدمر. فعليا عنده مجموعة كبيرة من الحلول الممكنة اللي مش بس تقدر توقف ريفن بل تقدر تهزمها. ولكن العنصر الناقص هو سهولة السيطرة على عقل بن وسهولة تشتيته، واللي هو أهم قدرات ريفن. وكمان بن نادر ما بيختار بنفسه الفضائي، بينما الأومنيتريكس معظم الوقت هي اللي بتختار ليه بشكل عشوائي، واللي ممكن تكون مشكلة لو كان الفضائي ده أضعف من ريفن. ده غير إنها في أصعب الحالات تقدر تبعته للبعد المظلم وتحبسه هناك، واللي هو بيخليني ببساطة أقول إن احتمالية فوز ريفن أكبر. يمكن بن يقدر يفوز 4 جولات من أصل 10، لكن ريفن أكيد هتفوز أكتر منه، وخصوصا لو استخدمت كامل قوتها ضد. وبكده وبفارق بسيط جدا ريفن تتفوق على بن وتوصل للنهائي، وبكده يكون النهائي بتاعنا بين بلوسوم من فتيات القوة وريفن من تين تايتنز. القتال الأخير لجائزة أقوى شخصية في شخصيات كارتون نتورك هيبدأ خلال 3 2 1. القتال هنا حماسي لأن الاتنين بيطيروا بسرعة، الاتنين عندهم قدرات تحمل جبارة، الاتنين بيقاتلوا الأشرار كل يوم، الاتنين يقدروا يقاتلوا من مسافات بعيدة وبرضه من مسافات قريبة. القتال فعلا متعادل بنسبة كبيرة، ولكن واحد بس من الشخصيات عنده قدرة التنقل وقدرة التحكم في عقل الناس، ريفن. وخصوصا إن بلوسوم فعليا أصغر بكتير جدا من ريفن، وده معناه إن بلوسوم ممكن تتدمر بالقدرات العقلية اللي عند ريفن. القتال مش هيكون سهل وهيكون طويل ومتعب، ولكن الأكيد إنه ريفن عندها قدرات أقوى وفعالة أكتر ضد بلوسوم، وده بيخليها وبفارق مرة تاني بسيط ريفن تفوز. وبكده ريفن وبدون أي شك الفايز معانا بلقب أقوى شخصية في شخصيات كارتون نتورك على الإطلاق. حظا أوفر لكل اللي خسروا معانا في كل الجولات، نتمنى لكم فرصة أفضل في قتالات أخرى. بس بجد بعيدا عن كل ده، أنا عارف إنكم عندكم آراء تانية في الموضوع القتالات ده، وأكيد أنتوا فاكرين حلقات أو سيناريوهات تخلي شخصية منهم تفوز على التاني وبوم يتدمر كل الترتيب. فعشان كده ادوني تحت في التعليقات ليه الشخصية دي لازم تفوز وايه القدرات اللي هتستخدمها، وكمان حددوا إذا كان في شخصيات أنا نسيها أو مش ضايفها وكانت تستاهل تكون موجود في القتال. بالنسبة للقتالات ومين حدد المواجهات، كل ده تم بعجلة عشوائية عشان أقدر أضمن إنه اللي هيفوز هيقدر يفوز على الكل. وكمان استعنت في القتالات الصعبة بتشات جي بي تي عشان يساعدني أحلل مين حسب قدراته يقدر يفوز، زي القتال بين ريفن وبن 10. وفي رأيي ريفن هي الأقوى حاليا، ولكن متأكد أن عندكم رأي مختلف تماما.
وانا جاهز اسمع كل ارائكم تحت في التعليقات، وجاهز برضو اعرف رأيكم عن الفيديو، وهل اعمل نسخة تانية منه بشخصيات مختلفة من اقتراحكم ولا لا. واشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو، اما لو عايزين تشوفوا فيديو تاني شوفوا الفيديو ده.